السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بفيديو خفيف كده وظريف. يلا يا ماموسكه معانا. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه جاي لكم بفيديو الترند ان شاء الله. احنا قشر البطيخ مش هنرميه بعد كده، هنعمل منه احلى وصفه واحلى طريقه هتشوفوها دلوقتي. تابعوا الفيديو وانتوا هتعرفوا هنعمل منه ايه. هنا قشر البطيخ اهوت، مش هنشيل البطيخ يا الطبقه اللي معلش تحت. هيترمي، ولا عادي واحده تقول لك هرميه للبط، ولا الكلام اللي بيحصل عندنا ده خالص. هنشيل كده الحته الخضراء وهنبدا نبشره كده، لا اما نبشره لا اما نقطعه عادي. بس البشر يا جماعه احسن يعني. عادي ده او ده عادي. اما تبشريه هيستوي معاكي بسرعه. بص سهلوا الامور على آه، نفسكم شوفي واي حاجه بتنفع يعني. احنا برضو عملنا كده وكده، بس البشر يعني ايه، اما تبشري احسن نبدا بقى هتستوي معاكي بسرعه. ايه يا ضاي. هنا بقى نحطه في حله على البوتاجاز اهوت. هنحط عليه كوبايه ميه وهنحط كوبايتين سكر. هنعمل منه يا جماعه احلى مربى بطيخ هتشوفوها طعمها جميل. هنقول لكم على التركية بقى اللي هتظبطه معانا، اللي هتظبط طعمه معانا. نحط دلوقتي كمان شويه، هنحط كمان شويه ذره كده ملح ليمون عشان الحفظ برضه. ايه يا ضاي. يا دود هنا اهوت حطينا هنسيبه بقى بقى على على البوتاجاز البوتاجاز. براحته. شوفوا حاجه بسيطه خالص، ملح ليمون، ما تكتروش منه يا ذره جماعه. بسيطه يا جماعه، دي بس عشان الحفظ بس. شوفوا بقى اما بدات شوفوا تغلي لونها يا معانا. جماعه، لونها ما شاء الله جميل. احنا لسه بقى هنحط لها حاجه هتظبط اللون بتاعها والقوام وهتبقى جميله. شوفوها بقى دلوقتي. هنا بدا يغلي اهوت ويكرمل معانا السكر وريحتها جميل. شوفوا الاول كده ضربناه في الخلاط خدنا يا جماعه اهوت. ضربناه في الخلاط عشان ينعم معانا برضو شويه. او لو عندك هاند بلندر ممكن تعملي بيه، هو سخن شوفوا بقى عادي. نايم معانا ازاي. ونيجي بقى للتركه بتاعتنا. دي يا جماعه جيري فراوله. نحط منه حوالي معلقتين كده ولا حاجه، ما تحطش الباكو كله، بس اصل دي كميه بسيطه يعني معانا. هنبتدي نقلبه كله مع بعض اهو. دي هتخلي اللون معانا احمر يعني بزياده. شوفوا بقى لونه بقى حلو ازاي، وهيخلي قوام المربى معاكي شكل بنشتريها بالظبط من محلات وكده. جميله والله هي. اهو بصوا يا جماعه اهو. كل اللي دقوا يا جماعه شكر فيها قوي. شوفوا لونها بقى جميل ازاي يا جماعه. سيبها هي كده دلوقتي هي تغلي. لسه على النار اهي بتغلي. سهله وبسيطه خالص وما فيهاش اي حاجه يعني. بصراحه يا جماعه هي كانت تحفه. لسه عندنا منها لغايه دلوقتي ما شاء الله يعني. شوفوا وقوامها جميل جدا. بس بصراحه انا ما كنتش متخيله ان يبقى طعمها حلو كده. حاجه اقتصاديه خالص اهي يا جماعه. شوفوا شوفوا يا جماعه. هنا بقى طفينا هي عليها بردت اهي. وبردت. هنعبيها بقى ببرطمانات. اهم حاجه يكون برطمان ازاز ويكون ناشف خالص يا جماعه، مينفعش يكون فيه عشان ما رطوبه تحمضش خالص. ولا حاجه. لانها بقى في التلاجة بتكون طعمها جميل، الاطفال كلهم هيحبوها. نشوف الحوار قاعده وماسكه، كل واحده قاعده ماسكه كل واحده قاعده لجدتها عشان يدوق. واحده ماسكه معلقه عشان يدوق. شوفوا بقى يا جماعه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. قناتنا يوميات انا وعمتي يا جماعه. مع السلامه.